أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامج رؤى. يسعدني أن ألتقي وإياكم في هذه الأمسية ونحلق معا في سماء الفكر والثقافة. موضوعنا اليوم هو عالمية الفكر الجزائري، وسنناقش فيه المحاور التالية: مكانة علماء الجزائر عالميا، الخصوصية العالمية للفكر الجزائري، تطوير الفكر الجزائري، وتثمين جهود العلماء. أعزائي المشاهدين، الفكر الإنساني من أهم الأسس لبناء حضارة راقية ومتطورة، ولقد عرفت الجزائر عبر مراحل تاريخها علماء أثروا الفكر الجزائري والعالمي، وما أحوجنا اليوم لإعادة قراءة هذا الموروث الإنساني وإحيائه وتطويره ليكون بوصلتنا لبناء حضارة راقية. سنناقش الموضوع مع الأساتذة الكرام. معنا الأستاذ مسرحي فارح، أهلا وسهلا بك، وهو باحث وأكاديمي. وقبل أن نبدأ النقاش معنا هذا التقرير من إمضاء أحمد معاش، ثم نعود إليكم. لا عجب إطلاقا في إسهامات الفكر الجزائري وفي عالميته التي راجت وانتشرت في كل المعمورة. مفكرون أخذوا العلم من أمهات الكتب ومن مدارس وأكاديميات ومساجد وزوايا. مفكرون كان لهم موطئ قدم في ساحات الفكر العالمي. نذكر على سبيل المثال لا الحصر المفكر الجزائري مالك بن نبي، هذا الذي وضع بصماته الفكرية الفلسفية الدينية في عديد الكتب. مالك الشخصية التي ترعرعت في جو استعماري ضلالي، ورغم الصعوبات في التعليم وفي أبسط متطلبات الحياة، لكن كونه مفكر جزائري خالص أزال كل الصعوبات، وراح يقدم ويؤلف كتبا هي اليوم منارات تدرس في جامعات أوروبا والعالم أجمع. إنه وببساطة مالك بن نبي الذي ترك بصماته تبقى خالدة خلود التاريخ. لدى كل أحد من أبنائنا الطلبة صبورة في نفسه، فليسمح لي الكتابة عليها بقدر الإمكان لأصور له ولأسهل على نفسي التعبير في بعض الأشياء. مالك بن نبي نجده وقد تعددت جوانب الاهتمام في القضايا الإنسانية بوجه عام والقضايا الإسلامية بوجه أخص. هذا التمازج أو هذا التقابلية بين المحافظة على الشخصية التي طبعتها البيئة التي نشأ فيها سواء في تبسة أو في قطينة، والتحدي الذي يواجهها من جانب المحتل، ممثلا فيما كنت أقوله في الفساد والقمع والظلم وإهانة الشخصية وإذابة الشخصية وما إلى ذلك. هذا التمازج هو الذي خلق في مالك بن نبي هذا الاهتمام الفلسفي الذي تجاوز حدود الوطن وحدود الأمة ليصبح عالمي الاتجاه وعالمي التجسيد. وغير بعيد يأتي ابن موطنه وهو محمد أركون، المفكر التنويري الذي ألهم من خلال كتبه العديد المتعددة، صاحب فكر وفلسفة دينية ورؤية متجددة، فأعطى بدوره الكثير من الرؤى. هناك مجال واسع جدا من التفكير لم نزل نفكر فيه. أقول ما لا يمكن التفكير فيه في الفكر الإسلامي اليوم، وما لم نفكر فيه بعد في الفكر الإسلامي اليوم. رؤى استوقفت الكثير من مفكري وعلماء اليوم من خلال كتبه التي صبت مجملها في النقد البناء، النقد الذي فسح للعقل الغوص أكثر والحرية أكثر للكشف عن حقائق وماهية الأشياء دون المساس بالعقائد الثابتة المقدسة. فمالك بن نبي أو محمد أركون نموذجان في الفكر الجزائري الذي تجاوز جغرافية المنطقة إلى عالميتها، ليكون بذلك الفكر الجزائري قادر على أن يكون عالمي اليوم أيضا كما كان بالأمس.
شكرا أعزائي المشاهدين. نعود إلى الموضوع، موضوع عالمية الفكر الجزائري بعد هذا التقرير من زميلنا أحمد معاش. زميلنا ذكر نموذجين نفتخر بهما وهما محمد أركون ومالك بن نبي، لكن عندما نعود إلى تاريخ الجزائر فالجزائر لديها وتذكر بعلماء عبر التاريخ أضافوا لمستهم للإنسانية، وبالتالي أصبحوا يشكلون يعني نقطة مضيئة في هذا الكون وفي الفضاء العلمي في الكون هذا. أستاذ، عندما نتحدث عن مكانة علماء الجزائر وعالميا، من أين استقوا هذه العالمية؟ ماذا قدموا لكي تكون لهم هذه المكانة العالمية؟ وخاصة ممكن أسأل سؤال، هل نحن غيبنا هؤلاء العلماء أم أننا فقط جهلنا هو عدونا الأول؟ أستاذ، مساء الخير لك ولمشاهدي الحصة، وأشكركم على الاستضافة الكريمة. أعتقد كما قال الأساتذة قبل الحديث عن العالمية نبدأ من نقطة بسيطة وبكل هدوء، هي التصالح والمصالحة مع الفكر الجزائري ومع التاريخ الجزائري عبر التاريخ، لأنه كما شفنا في الشريط يتحدث عن الجزائر الآن والجزائر في القرن الماضي، ولكن الجزائر كانت منذ القدم فيه طبقات من المفكرين وطبقات من الأفكار وتراثات شاسعة واسعة. إذن قبل ما نوصل للعالمية، هل نطرح السؤال، هل نعرف، هل لدينا دراية بالفكر الجزائري وبتنوعاته؟ لأن الفكر ليس فلسفة فقط، هناك من أبدع في الأدب، في الرواية، في الموسيقى. يعني لو نرسم خارطة للأشخاص راح نلقاو. إذن أول خطوة بالنسبة لي يعني في اعتقادي هي التصالح مع هذا التاريخ بكل هدوء دون استبعاد الصراعات الإيديولوجية والإقصاء وكذا، ولنتعرف فقط على الفكر الجزائري. ثم فيما بعد تأتي الآن، لأن المفكر ليس هو المطالب بصناعة العالمية. أكيد. المفكر هو يكتب نصوص، هذه النصوص وكأنها كائنات حية بإمكانها أن تعيش، بإمكانها أن تترعرع وتصل إلى العالمية بفضل قوتها أولا، يعني بنيتها الخاصة، وبفضل أيضا القراءات أو المتابعة، لأن نحن مطالبون بجعل هذا الفكر أو هذه النصوص التي تركها هؤلاء أو الأعمال ككل، حتى لا نحصر المسألة في الفلسفة والأدب فقط، نقرأها يعني نفهمها، نؤولها، نطورها، فتأخذ هذا البعد العالمي. أما المفكر مهما على كعبه كما يقال، يعني في غياب القراء قد لا يصل إلى العالمية. هذه مسألة أخرى. علاش قلت أنا وظفت كلمة تصالح؟ لأن كاين ينبغي أن نكون أيضا صرحاء مع أنفسنا. مثلا في النموذجين محمد أركون أو نعم، هل الجزائر مجمعة على أنهما مفكرين جزائريين يمثلان الفكر الجزائري؟ هناك من يعتبر يعني أركون مثلا يعتبره مفكر لا علاقته بالجزائر. إذن هنا لازم نكونوا صراحة. ماذا نقصد بالفكر الجزائري؟ هل نقصد المفكر الجزائري بالتكوين، بالمولد، بالفكر، بالجغرافيا، بالاهتمام، يعني هل هو يعني يتحدث عن قضايا جزائرية فقط، أو هنا إذن العمل راه موجود عمل كبير على مستوى القاعدة قبل ما نوصلوا لفكرة العالمية. هذا رأيي الخاص، حتى لا نبخس الناس أشياءهم وحتى نكون واضحين، لأن هذه الممارسة اللي تعودنا عليها للأسف الشديد هي القفز على الإشكاليات، وهذا يعني البهرجة هذه العالمية وكذا. ولكن بزاف الناس يهضروا على مالك بن نبي، ولكن ربما 90% ما قراوش نصوص مالك بن نبي، أو كاين جواب مالك بن نبي مازال ماهيش واضحة، تركيز على جانب معين أو جانب. نفس الشيء بالنسبة للأركون، وكأنه نتعامل مع الأفكار وكأنها موضات جي ومن بعد تمر وتجي.